إخواني مشاهدينا ومتابعينا على موقع صفحة ملتقى القبائل العام، أسعد الله مساكم. طبعا احنا ما جبنا شيء جديد، لأنه ما عندنا جديد لما نجي على الرقة. كل ما نجي على الرقة معذبنا هو سفيان الهويري أبو عبد العزيز، وألف نعم منه. الله حياك أبو أمير. ولا كسور بكل القبائل الموجودة بالرقة، ولا كسور بكل الحمايل والمضافات والدواوين. لكن يا ربع صارت مثل العادة، تعودنا اللي يجي على الرقة بمضيف الهويري عند أبو عبد العزيز، وألف نعم منه. يا أبو عبد العزيز، احنا مرينا حلب، ومرينا الشيخ عبد الله العبد الكريم الدندل ابو ابراهيم، ونعم ابن نعم، والف نعم منه. قرايبك البو شيخ البو شعبان متعبين البوارد، يبيضون الوجه ويرفعون الراس، ومرينا قاموا بالواجب وما قصروا ويرسلوا لك السلام. والله يا ابو امير، ونعم منهم واجب شيء جديد، هذا سامهم وناموسهم، وهذا بيوت حمايل بيوت كبار. بالنسبه للبو شيخ بيت عتيج من البيوت الحديثه، ومن الناس اهل القهوه واهل الصينيه، والله ونعم منهم، والله وتنومسنا بيهم، والله حتى يتواصلون معنا مرشحين على هالبرلمان. الله يوفقه ان شاء الله ويبارك له، ونتمنى له النجاح ابو ابراهيم الشيخ عبد الله الدندل، ونتمنى من عمامنا ابو شعبان اللي بحلب وبريف حلب يكون مع ابن عمهم ويكونوا يد وحده، والله يوفقهم والله ولي التوفيق. نشكرك ابو عبد العزيز. وختاما اخواني بهاللقاء البسيط نقول كلمه واحده. بالنسبه للشيخ عبد الله العبد الكريم الدندل ابو ابراهيم، طبعا احنا شهادتنا نحن الشيوخ عشان بالنسبه لي احكي عن نفسي، والف نعم من ابو عبد العزيز، لاني شيخ عشيره ولا نوجه ولا لكن في شغله احنا نعرف انه ابو ابراهيم من الناس، هو ولاده اللي قدموا واللي وقفوا بهالازمه مع سوريا، والحمد لله عاد الامن والامان على بلدنا سوريا، ورجعنا على مضافاتنا وعلى دواويننا وعلى عاداتنا. فوالله هذا الرجل يستحق الاحترام، ألف نعم منه. من ابنه الأمير حسن، ألف نعم منه أبو إبراهيم. ما نقدر نقول غير شغله، يستاهلون، الله يوفقهم. وما دام وراهم أهلهم وربعهم البو شعبان ما ينضامون إن شاء الله، وفالهم التوفيق.